أنا متجوزة بقالي 20 سنة، عشت مع جوزي على الحلوة والمرة وربنا رزقنا بولاد وربيت وبنات وكنت دايما سند لجوزي. من فترة بدأت ألاحظ إن عين جوزي بدأت تزوغ وبدأ يتكلم على إنه يتجوز واحدة تانية. كل مرة كنت أهدد بالطلاق فيرجع في كلامه لحد ما في الآخر اتجوز فعلا. ومين؟ واحدة أصغر مني ب20 سنة، جوزها ميت وسايبة عيالها لأهلها وجايالي مع جوزي. أنا أول ما شفتها قلت في نفسي إزاي يسيبني أنا بكل اللي عملته وياخد واحدة أقل مني في كل حاجة. بس قلت مش هفرط في اللي بنيته 20 سنة. وافقت إنها تعيش تحت في الدور الأرضي قدام عيني. كنت فاكرة إني هعرف أتحكم فيها لكن طلعت بتتمسكن لحد ما تتمكن. بقت بتعلي صوتها عليا وجوزي بقى ضعيف معاها. اللي كان بينتقد أكل المعمول بالسمنة البلدي بقى بياكل طبيخها اللي كله سمنة نباتي ويقول لي تغيير غير أهلها اللي قاعدين في بيتي وكأنه فندق. استحملت لحد ما في يوم قال لي ممكن تعملي لها الأكل علشان هي حامل وتعبانة. صرخت وقلت له أنا اللي شلتك السنين دي كلها وآخرها عايز نخدم ضرتي. ومن اليوم ده قررت أخد حقي بس بطريقة مختلفة. بدأت أشتغل في المطبخ بتاعي، أعمل أكل بلدي أصيل أصوره وأنزله على النت والناس حبته والطلبات زادت والمشروع كبر وبقيت أنا اللي ليا قيمة في البيت. وهو بدأ يحس بوجودي. وفي يوم سمعته هو وضرتي بيتخانقوا تحت، هي بتقوله أنا مش خدامة ليك ولا لأهلك. ساعتها نزلت وقلت له بهدوء شفت مين اللي كانت جاية تخدم؟ هي مش زيي ومش هتكون زيي. ومن غير ما أطلب هو اللي قال لها اخرجي من بيتي. وأنا ما فرحتش بخروجها، لأ، أنا فرحت بنفسي لأني قدرت أثبت إن الأصل وغيري مجرد نسخة فاشلة.